السلام عليكم ومساء الخير. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم كلكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الكونفيتير اولا مربى ديال الاراندانو اولا التود البري الازرق اولا البلاك بيري. المهم غادي نصايبو كونفيتير ديال هاد الفاكهه اللي عندنا اليوم. هنا كتشوفي عندي انا 2 كيلو، كل صنيديقه راه فيها كيلو. غادي نغسلو مزيان مزيان. شفتوه معايا فيه شويه ديال داك الورق ديالو، داك الحبات الخضرين تيكونوا حامضين نحيدوهم. المهم نغسلوه مزيان. انا غادي نمشي نغسلو في لافابو وغادي نرجع معكم ان شاء الله، لان صراحه فيه الخدمه في الغسيل ديالو ما كانش عليا نسوس انا الكرتونه ولا الكاخه كلها. هنا خديت الطنجره ديالي، درت الاراندانو اولا الفاكهه ديالي، حنا تنعيطوا ليه هنا الاراندانو. درت الفاكهه ديالي. المهم هاد عفوا هاد الفاكهه هادي كتكون شويه حامضه، الاكثريه كيكون حامض، ما كاينش ماشي كله كيكون حلو. اللي دا غياخد لنا شويه ديال السكر. المهم كل كيلو ديال هاد الفاكهه هادي غنديرو نص كيلو ديال السكر. هذا تياخد شويه السكر، قلت لكم كل كيلو كندير النص ديال الكميه. المهم اي كميه خديتو منها النص ديالها ديروها سكر، وديروا العصير ديال الحامض. انا درت هنايا كيلو ديال السكر ودرت كذلك عصير ديال الحامض. وكيف ما شفتوا معايا غادي نعاود ندير مربى ديال المشماش اللي صراحه غزال. هذا المشماش انا خديته هادي يعني قبل ما نديرو خليته على برا واحد 3 ايام هكاك حتى بدا كيطرى، باش كيساعدني حتى في الطياب. ويعني ردوا البال يعود يخماج ليكم. انا حيت عارفه باقي جديد وقاصح شويه، داكشي علاش خليته على برا حتى كيبدا يرطب. خليته كما اشرت سابقا على برا حتى رطاب، وديك الساعه انا صايبت معكم هنايا الكونفيتير ديال المشماش عاوتاني نرجعوا. المهم عندنا حنا هو الكونفيتير ديال هذا الاراندانو هذا. هذا الكونفيتير هذا غنقول لكم من الاول راه تيغدر. علاش؟ لانه تيبقى جاري في الاول. هنا ضروري قرصه الملح، راه درت الملحه هنا وكذلك في ديال الكونفيتير ديال المشماش كيبقى جاري. علاش خاصكم ديروا السكر من الاول يكون القياس ديالو هو هذاك. كل كيلو ديروا نص كيلو اولا اي كميه غنعاودها لكم ثاني. كل كميه اي كميه اختاريتو 2 كيلو 3 كيلو ديروا النص ديالها ديال السكر، باش هذاك السكر ملي غادي يطيب هاد الفاكهه هادي غادي يبرد وغادي يتجمد. يعني داك السكر غادي غيولي بحال العسل، غادي يتجمع وغادي يجينا خاطر في الاخير. انا غادي نرجع معكم لهاد المرحله هذه من بعد باش نشرح لكم هاد الكونفيتير هذا بالضبط كيفاش تصايبوه ان شاء الله. هنايا غادي درتو على النار. في الاول درتو على نار مهيله، ولكن من بعد راني جهدت البوطه عليه وخليته حتى بدا كيطلق داك الماء ديالو. هو فعلا دغيا كيطلق الماء، وكيطلق الماء يعني بواحد الكميه كبيره. ما تخافوش ملي تكونوا كطيبوا فيه بحال هكايا، ما تخافوش منه صراحه. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يصايبوه، اما الناس اللي محترفين وفايتين مصايبون هذاك فما تنهضروش عليهم. حنا كنهضروا على الناس اللي بغاو يجربوا هاد الفاكهه هذه ويصايبوا منها مربى ولا كوفيتير ويحتفظوا فيها، لان صراحه كيكون غالي هاد النوع هذا خاصه غالي. ولكن كاين بعض الاماكن اللي كيتباع فيهم الثمن ديالو رخيص، بحال الالدي ارخص مربى فهاد النوع هذا يمكن لكم خذوا من الالدي. اما سميتو المحلات التجاريه الاخرين فهو غالي لواحد الدرجه ما تتصوروش. هنا صافي طلق داك العصير ديالو والسكر حتى هو داب، يعني داب لينا السكر مزيان كما كتشوفوا هنا. مبغيتش نسرع الفيديو باش كتشوفوا القوام ديالو كيفاش داير. صافي غادي نقص عليه هنايا، فين غادي نقص عليه النار وغادي نخليه. لكن مره راه كنت كنحرك بواحد السباتيل او واحد المغرفه بحال هكايا باش السكر ما يتحرقش لينا، لان هاد النوع هذا صراحه كيغدر. انا غنقول لكم من الاول هذا كيغدر، لان باش غتاخذوا القياس ديالو وتعرفوا انه فعلا طاب غتاخذوا واخا نقول لكم التوقيت، ولكن راه هاد المسائل دي ما عندهاش توقيت. عينكم ميزانكم، نتوما كتحركوا نتوما كتشوفوا كتجربوا. غتاخذوا بحال هكا بالمعلقه وتشوفوا الحبيبات واش صافي طابوا دابوا مزيان.
الا كان مازال فخليو نقصوا عليه النار، ومره مره بقاو تحركوه. كذلك هنا كتشوفوا المشماش تبارك الله، راه جا واحد المشماش فيه واحد المذاق ما شاء الله. هذا مشماش رومي ولكن فيه واحد المذاق بحال الزهر ما شاء الله، فيه واحد البنه غزال. حنا كنعرفوا ان اسبانيا مشهوره بالمشماش، يعني عند هذا المشماش هذا الرومي، يعني معروفه بزاف ومشهوره بزاف بهذا المشماش هذا. هنا كتشوفوا النار، كنقول لكم دائما راني ناقصه عليه وخليته مازال المشماش قليل فين حركته الصراحه، لان ما لصق ما والو، ناقص عليه النار وخليته على خاطره. هنا صافي الارندانو عندي انا طاب، ما غاديش نطحنو كله كما كنت غندير ضربه ضربه. انا بغيت يبقى هكاك كما اللي كيتباع، يبقاو حبيبات كيبانوا، دوك الحبات ديال الارندانو يبقاو هكاك مكورين كيبانوا. باش غادي تعرفوه طاب، خذوا واحد الطبيسيل وخذوا واحد شويه من هاد الكونفيتور ولا المربى ديالكم وخليوه حتى يبرد، ولا ديروه في الثلاجه اولا كونجيلاتور يبرد. ملي غادي يبرد شوفوا واش عقد او لا مازال. الا مازال ما عقدش ليكم وهو بارد فعرفوا ان الكونفيتور ديالكم مازال ما طابش. هذه هي النقطه المهمه اللي غادي نقدر انا نقول لكم عليها باش تعرفوه راه طاب. هنا سمعتوا الكلاكسون لان كانت ديزا واحد الكاميو هنايا. وهنا هذا الكونفيتور ديال المشماش حتى هو كندير ليه ضربه ضربه. كنبغي يبقى في دوك القطع شويه صغيورين باينين، ما يكونوش يعني كبار ولكن يكونوا باينين. وفعلا راه كيجي واحد الكونفيتور غزال ساهل ما فيهش يعني صراحه تماره، غير الفاكهه والسكر، اما عصير الحامض ولا ما كانش متوفر عندكم العصير الحامض ديروا شويه ديال السنيده الحامضه اولا الشبليم كيف ما قلت لكم سابقا. وهنايا صافي المربى ديالي انا راه مازال واخا مازال سخون. شوفوا كيفاش راه بدا كيبرد ولكن مازال يعني مازال سخون صراحه. شوفوا كيفاش داير كيبان لكم جاري، ولكن ما تخافوش راه نحدوه هو كيبرد لان السكر حتى هو مازال سخون. نحدوه هو كيبرد وهو كيجمد. وهنا فين خديت انايا قبل التبصيل حيدته خليته يبرد على خاطره، صراحه درته في الثلاجه من برد حطفت به على جنب باش نوريكم. ومازال غادي يزيد يجمد مزيان هذا المربى هذا. شوفوا كيفاش القوام ديالو صراحه كيجي غزال، كيجي واحد المربى اللي غزال واقتصادي. انا دائما كنقول لكم الحاجه ديال الدار، دائما غنبقى نقول لكم هذه المساله هذه، مسائل ديال الدار كتجي غزاله واقتصاديه. واخا ما عرفت كيفاش تكون يا ربي راه كتكون غزاله. هاد الاراندانو هاد المره هادي الحمد لله جا الموسم ديالو موجود عندنا ما شاء الله، ورخيص لواحد الدرجه ما تتصوروش. راه الكيلو كيدير 1100. راه اول مره في التاريخ انا كنظن انه كيدير هاد الثمن هذا. دائما هو الثمن ديالو يعني غالي لواحد الدرجه ما تتصورش. ودابا راه موجود متوفر. الناس اللي كيحبوا هذا النوع ديال الفواكه وهاد الانواع ديال الكونفيتور فوجدوا ريوسكم وصايبوا وخزنوا العلا ديال العام اولا المونه كيف ما تنقولوا. وجدوا ان شاء الله للشتاء والبرد. راه ديال الوقيته دايرين حنا بحال النمل، وحنا خصنا نكونوا دايرين بحال النميلات. النمل كيوجد في الصيف كيبقى كيمشي كيقلب على القمح، كيقلب على الماكله ديالو كيخزنها في الشتاء والبرد كيكون مهني والماكله عنده متوفره. فداك الشيء حنا ان شاء الله غنبقى معكم كما قلت لكم سابقا مره نديروا هاد الحويجات هذه اللي كيصبروا وكيدوموا لنا مده طويله. دائما راه كنقول لكم هذه المساله هذه وغنبقى دائما نكررها لكم. راه الطريقه ديال التخزين هي اللي كتكون مهمه وكتنجح معنا فيها الوصفه. فتنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتروق لكم وتجربوها لما لا في ديوركم. نخليكم في امان الله والسلام عليكم.